اقسم بالله لو انت طالب تانية ثانوي بكالوريا السنة الجاية آداب وفنون واخترت فرنساوي وما سمعتش الفيديو ده، فانت بتصعب الدنيا على نفسك جدا. لو جبت درجة السنة اللي فاتت وحشة في الفرنساوي او مستواك كان وحش جدا في الفرنساوي، فاكيد انت وقعت في خطأ من الثلاثة دول. الخطأ الاول انك درست القواعد بطريقة مملة ومعقدة، فعقدت لك الامور سواء في الشرح او التطبيق، مع انك لو اتأسست فيها صح هتلاقي القواعد دي سهلة جدا. الخطأ الثاني انك كنت بتحفظ كلمات بطريقة عشوائية مش بتعرف تستخدمها لا في سؤال المواقف ولا في سؤال المقالي، فكان سؤال المواقف مش بتعرف تفهمه، وكمان سؤال المقالي مش بتعرف تعمله. الخطأ الثالث والمشكلة الثالثة اللي انت بتقع فيها انك بتعامل مع فهم اللغة كأنها سحر اسود، مع ان الموضوع ابسط مما تتخيل، وده بيأثر عليك في حل سؤال القطعة اللي قايم على الفهم والتحليل والاستنباط. علشان تحل المشاكل الثلاثة دول ركز معايا. تعال نقفل ونجيب ال100 درجة في شوال، وده مش مجرد كلام. وطبعا هتقول لنفسك هو متأكد قوي كده ليه من نفسه؟ بفضل الله 22 سنة شغل، بفضل الله 22 سنة بنوصل طلاب ان هم يجيبوا الدرجات النهائية ويقفلوا المادة. فتابع معايا الفيديو ده اكيد هتستفيد. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي طلاب اللغة الفرنسية البكالوريا في كل انحاء الجمهورية، من اسوان لاسكندرية، حبايبي مسار الاداب والفنون، اهلا بيكم. بص حبايبي، الكلام اللي اتقال في البرومو دلوقتي هو مش مجرد كلام، ولو انت مش مصدق اسأل اي حد سمع الفيديو بتاع مراجعة ليلة الامتحان سنة اولى ثانوي اللي كسر الدنيا. لان بفضل الله انا مش هبيع لك اي كلام، خبرة 22 سنة في اللغة وخبرة 22 سنة في التدريس، وبفضل الله نتائجنا نتائج مبهرة على الارض. وانا قررت ان انا اعمل لك الكورس ده كورس مفيد جدا، فاستسمحك لو اول 5 دقايق حضرتك قعدت مع الفيديو ده لقيت نفسك مش فاهم، فمعلش اقفل الفيديو ده وروح دور على حد تاني يفيدك، لانه الغرض من وقفتي دي والغرض من قعدتك دي هو انك تفهم وتفهم كويس جدا وتطبق وتطلع فعلا مستفيد. محتويات الكورس هنقسمها على حصص متفرقة. المحاضرات المتفرقة دي الهدف منها حبيب قلبي ان انت تطلع متقن تماما، متأسس حلو جدا، قادر تتعامل مع القطعة، قادر تتعامل مع المواقف، قادر تتعامل مع الايميل، قادر تتعامل مع القواعد. المشكلة اللي عندك ان انت ما كنتش مهتم قوي في سنة اولى، وللأسف انت بعدم اهتمامك ده انت محتاج كورس تأسيسي على يد واحد متخصص وقادر ان هو يخاطب دماغك وقادر ينزل بمستوى المعلومة، وان شاء الله انت هتلاقي ده في اول 5 دقايق. فيلا ندخل تحدي مع بعضينا في اول 5 دقايق، ان حضرتك لو ما استفدتش من اول 5 دقايق فانت هتقفل الفيديو ده. يلا بينا يلا بينا. طبعا تأسيس البكالوريا في اللغة الفرنسية الصف الثاني الثانوي بكالوريا 27 مع اخوكم مسيو احمد حلمي. طبعا انت دلوقتي لو بدأت اتعامل معاك انك عارف تعمل جملة، فانت تقول لي مش احمد انا اصلا ما اعرفش اي حاجة في الفرنسية. يعني انا ممكن ما اكونش عارف الالفابي اصلا. يعني ايه الالفابي؟ الحروف الابجدية. الحروف الابجدية دي انا مش عايز ابدأ معاك بيها لانه الى حد ما الامر هيبقى ممل شوية. هنتعلمها واحنا ماشيين وانا بنطق الكلمات اقول لك الحرف ده اسمه كذا، وانت بالتكرار ان شاء الله هتبقى تمام في موضوع الالفابي وتعرف تنطق كويس. فهتركز معايا في الفيديو ده اكيد هتستفيد. بص كده يا جميل معايا اول فكرة معانا، وهي فكرة اصلا ازاي. ايه ده انت بتكتب بالعامية؟ ازاي تعمل جملة بالفرنساوي؟ ده السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي. ازاي تقدر تعمل جملة بالفرنساوي؟ انت لو عايز تعمل جملة بالعربي هتعمل ايه؟ هتقول اجيب الفاعل ثم الفعل ثم الصفة
الفاعل ثم الفعل ثم المفعول، تمام؟ ومن هنا بتبدا تعمل الجمله في العربي. فاحنا هنعمل نفس اللي بنعمله في العربي، وهو اول حاجه الفاعل. تقول لي الفاعل ممكن يبقى اسم زي مثلا عمرو، ماشي؟ وممكن يبقى رنا، تمام؟ نعرض الخط ده شويه كده، رنا، تمام؟ وممكن يبقى أليكس، صح؟ وممكن يبقى ندى، وممكن يبقى عمرو. ايه يعني ايه دي؟ دي معناها و اند، يعني عمرو وندى. يعني ممكن الفاعل يبقى مفرد وممكن الفاعل يبقى جمع. واصله الفكره؟ طب حلو يا مس احمد، ممكن الفاعل يبقى ايه كمان؟ ممكن يبقى إلاف. تقول لي انا مش عارف كلمات اصلا بالفرنساوي. بص يا حبيب قلبي، اللي احنا بنشتغله دلوقتي هو تأسيس قواعد سنة أولى ثانوي اللي هتطلع تعتمد فيها في منهج تانية ثانوي. تقول لي طب ومنهج تانية ثانوي ده هيبقى ازاي؟ ده انا معرفوش. طب اقول لك كلام واتحاسب عليه، تمام؟ اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله انا جايب الكلام ده من نائب الوزير شخصيا في مكالمة بينه وبينه امتدت لأكتر من تلت ساعة. قال لي ايه لفظا؟ قال لي هنضم منهج تانية وتالتة ونحذف المتكرر. يعني ايه يا باشا؟ يعني منهج تانية وتالتة ثانوي بتوع السنة دي والسنة اللي جاية اللي هو تانية وتالتة هيدرسوهم بتوع الثانوية العامة العادية مش البكالوريا، هو هيبقى منهجك بس تانية وتالتة مضموم على بعضه شايلين منه الايه؟ المتكرر. اللي شايلين منه المتكرر ده يعني شايلين منه التلت. منهج تانية وتالتة مضموم على بعضه شايلين تلت المنهج من هنا وتلت المنهج من هنا. يعني انت يعتبر هتاخد منهج ونص. طب المنهج ونص ده في جيبي بفضل الله، في جيبي بفضل الله. ركز بقى كده معايا وتابع. عمرو وندى ده جمع، صح؟ تقول لي إلاف دي يعني ايه؟ إلاف دي يا حبيبي يعني تلاميذ. طب انا عايز اقول التلاميذ يا مستر احمد، يعني ركب الف ولام. قال لي ركب كده. ليه؟ ليه دي يعني الف ولام بالظبط كده. ماشي يا باشا؟ فلما تقول ليه إلاف او ليز إلاف يعني التلاميذ. حلو كده؟ حلو كده. يبقى احنا اتفقنا انه ممكن الفاعل يبقى ايه؟ يبقى اسم، يبقى مفرد، يبقى جمع، يبقى مؤنث، يبقى مذكر، يبقى اسم عام زي التلامذة، او اسم خاص زي عمرو ورنا وندى واليكس. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. طيب يا مستر احمد، نعم، انا عايز بقى اشيل عمرو وندى دول، تمام، واحط بدلهم ضمائر. يعني انا عايز اعرف الضمائر بالفرنساوي. هو انت عارفهم بالانجلش اصلا؟ تقول لي انا عارفهم بالانجلش. طب ما تيجي نقولهم بالانجلش وبعدين نقلبهم فرنساوي. ايه رايك في الموضوع ده؟ يلا يا باشا. تقول لي اول واحده بالانجلش ايه اسمها؟ اي، صح؟ طب والثانيه؟ يو. والثالثه ايه ده؟ انت هدينا انجلش يا باشا. احنا بنحاول نستعين، ماشي؟ هي. طيب والرابعه؟ شي. طب وبعدين؟ they، صح كده؟ طيب وبعدين؟ يو، صح كده يا باشا؟ طيب they وبعدين ايه؟ وي، يو وخليها وي يعني ايه؟ يعني نحن، صح كده؟ طيب فانا عايز اقول بالفرنساوي بقى الضماير دي. يعني ايه يا جميل؟ يعني جو. ايه ده يا مستر احمد؟ اسمها ايه؟ جو. قول معايا تاني، جو. ونقف هنا بقى عند الحروف. حضرتك وانت بتنطق الحروف لوحدها انت مش بتستفيد حاجه، انا عايزك تستفيد. فلازم تعمل ايه؟ قال لي انطق ده هي او. فلما تيجي تنطقها تقولها جو. يعني ايه جو بقى؟ انا. طيب يو بقى بالانجلش تبقى ايه بالفرنساوي؟ قال لي بص تبقى كده، تو. اسمها ايه تاني؟ تو. كمان مره، تو. يبقى شاور على نفسك معايا اشتغل معايا كده. جو. شاور عليا. تو. قول تاني يلا. سامعك. جو. برافو. تو. يا سلام عليك ولد.
يبقى جو انا، تو انت. هي اللي هي عندنا في الفرنساوي اسمها il. هنا حرفين برضو. خلاص، هي اللي هي il ماشي. طيب شي هي يعني اللي هي بالفرنساوي ال ماشي. طيب وي اللي هي نحن تبقى نو. ويو اللي هي انتم تبقى فو. طيب وذي اللي هم وهن يعني إلى فيك اس، بس عندنا في الفرنساوي وهن إلى فيك اس. يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني إلى فيك اس دي معناها هم للمذكر، وإلى فيك اس ايه؟ هن للمؤنث، مش زي الانجليزي. واضح الفكره؟ عشان كده انا حطيتها هنا. طيب نحن يعني ايه؟ قال لي نو. طب انا هنساها يا مستر احمد وهتلخبط ما بينها وما بين فو. بص، نحن بدأ بالنون في العربي صح كده؟ يبقى بدأ بالان في الفرنساوي. يلا، نحن يعني ايه؟ نو. انتم يعني ايه؟ يعني فو. انتم يعني ايه؟ يعني فو. تمام؟ طيب هنا بقى they il avec s. تقول لي مسيو احمد نعم، انا عايز دلوقتي اقول الضماير كلها لوحدي. يلا يا باشا في المربع الصغير ده قول معايا. انا اللي هسمعك وهكتب وراك. يلا قول معايا يا بطل. هتقول لي اول ضمير اسمه ايه؟ اول ضمير اسمه ايه؟ اسمه جو اهو، جو. طب تاني ضمير tu. تالت ضمير هو il، هي، elle، نحن، nous، أنتم، vous. هم جمع المذكر il avec s، هن جمع المؤنث elle avec s. يلا قول معايا كده. جو أنا، tu أنت، il هو، elle هي، nous إحنا، vous أنتم، il avec s. بص فرق كده وهقرب من الكاميرا عشان تعرف الفرق. الفرق ما بين المذكر والمؤنث هم وهن، والمذكر والمؤنث هو وهي. نعملها ازاي؟ بص، طول ما اسنانك اللي تحت باينه اعرف ان ده المذكر. بص اعرف ان دي المؤنث. طب افيك اس يعني اللي معاها اس دي جمع المذكر هم. بص انا جاي لك اهو. افيك اس دي جمع المؤنث اللي هو بمعنى هن. يبقى قول معايا كده افيك اس. افيك اس. اول ما تلاقيني قلت يبقى اعرف انه مذكر. اول ما اقول اعرف ان هو ايه؟ مؤنث. تمام؟ في واحد عمال يسال نفسه ويقول شو احمد نعم، هو ايه موضوع إلافيك اس وإلافيك اس؟ يعني ايه كلمه افيك اصلا؟ يعني ايه افيك؟ افيك زي كده with في الانجليش، زي ما بتقول with في الانجليش بتقول افيك يعني مع. ماشي؟ فلما تقول افيك يعني مع اس، يعني عايز تقول في الجمع. احنا بنقولها افيك اس. يعني ايه افيك اس؟ يعني هما ومعاها اس، افيك اس هن ومعاها اس. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى الضماير قولهم لي لاخر مره علشان احنا هنبدا نستغل الضماير دي في حاجات تانية. يلا قول معايا كده. جو برافو. تي il ال نعم. نو يعني ايه نو؟ تقول لي نو شبه نحن. جميل. فو يعني ايه فو؟ انتم. il avec s هم، elle avec s هن. ماشي؟ طيب ممكن بعد اذنك تقولهم لي لوحدك؟ يعني انا هقول لك العربي انت تقول لي الفرنساوي. يلا جميل. انا جو برافو. انت تي يا جميل. هو il يا سلام. هي ال. احنا نو. انتم فو. هم جمع المذكر. صف اسنانك اللي تحت il avec s. هن جمع المؤنث ال avec s. عظمه. ركز بقى كده معايا علشان انا عايز اقول لك
ملاحظه مهمه جدا لازم تخلي بالك منها. هي ايه الملاحظه يا مستر احمد اللي هتقولها لي؟ الملاحظه هحطها لك هنا في الدايره دي. ايه بقى جميل؟ فو. يعني ايه فو؟ فو ده اهي تيجي بمعنيين يا شباب. فو ده اهي ليها معنيين يا شباب. تقول لي ما هو فو يا مستر احمد انت قلت معناها انتم، انت لسه قايل دلوقتي كده، صح. وممكن كمان حضرتك. ايه ده؟ يعني فو بتستخدم استخدامين؟ ايوه يا باشا، فو بتستخدم استخدامين اللي هم ايه بقى؟ فو بمعنى انتم للجمع، يعني انا كده ممكن ادخل على فصل يا شباب واقول لهم ايه؟ فو معناها انتم، سواء كانوا مذكر او مؤنث. لو انا بكلم بنات او بكلم ولاد او بكلم ولاد وبنات يبقى فو. طيب وممكن اكلم واحد اكبر مني وليكن مدرسي واقول له ايه؟ فو. طب فو هنا معناها انتم؟ لا، معناها ايه؟ حضرتك. تقول لي طب ايه يا مستر احمد الفرق ما بين او العلاقه ما بين ان اقول فو فتعني حضرتك؟ اقول لك. بص انت لما بتيجي تكتب مثلا للمحافظ او لرئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او اي حاجه من الحاجات الكبيره دي، تروح جاي كاتب في الاخر ايه؟ مقدمه لسيادتكم فلان، صح؟ انت بتقول سيادتكم ليه؟ جماعته ليه؟ الجمع للايه؟ الاحترام. برافو. يبقى فو لما انت حطيتها لايه؟ للاحترام. برافو. طب انت حضرتك هتنسى، عشان ما تنساش خليك فاكر اللي انا هقول لك عليه ده. شايف الكلمه ديت يعني ايه؟ انا عارف انت هتقراها ايه دلوقتي. هتقراها ايه؟ هتقراها منصور. لا، هي دي مش منصور، هي دي مسيو. يعني دي مش منصور، لا مسيو كده. مش انت بتقول للمدرس بتاع الفرنساوي مسيو اللي هي ميسيو؟ لا، هي مش ميسيو، هي مسيو يعني سيدي. مدام اهي، مدام. يعني ايه مدام؟ معناها سيدتي. ماشي اهو مدام. طيب ايه كمان؟ قال لي عندي كلمه كمان اسمها كده مادموازيل. ايوه بالظبط، اللي انت بتقول عليها ايه؟ مزمزيل. مادموازيل معناها السيده التي لم تتزوج، ومدام سيده متزوجه، مسيو سيد سواء كان متزوج او مش متزوج. ماشي كده يا عمنا؟ طيب انت هتنسى تقول ايه بقى؟ مسيو او مدام الفو للاحترام. قولها لي تاني كده. مسيو او مدام الفو للاحترام. يبقى حضرتك اول ما بتلاقي مسيو، اول ما بتلاقي مدام، يبقى انت شغال على ايه؟ على فو على طول. ماشي حبايبي؟ دي اول فكره معانا. وتاني فكره هتكون حضرتك لازم تركز فيها، ان انا هديك دلوقتي شويه اسماء، وحضرتك المفروض ان انت هتبدلهم بشويه ضمائر من اللي انت اتعلمتها. يلا سمع معايا الضمائر تاني. انا يعني ايه يا واد؟ جو. برافو. طب وانت؟ تي. طيب وهو؟ إل. طب وهي؟ ال. طب بس قبل ما اكمل الضمائر، استحلفك بالله لو انت قاعد في الفيديو لحد دلوقتي ما قفلتوش وحاسس ان انا بفيدك، عايزك في الكومنتات تدعي لي بدعوه صالحه. اول حاجه. تاني حاجه، تشارك الفيديو ده على اوسع نطاق لكل زمايلك اللي في الاداب والفنون بكالوريا السنه الجايه، وتقول لهم ان احنا عاملين كورس والله يا عم مجانا، مش عايز منك اي حاجه الا انك تدعي لي دعوه صالحه، وانا اوعدك ان انا هكمل الكورس للاخر، واوعدك ان انا هعمل منهج مكتمل متكامل على اليوتيوب مجانا لكل الناس، صدقه جاريه يا باشا. خلاص؟ فانا بس كل اللي طالبه من سيادتك انك ادعي لي دعوه حلوه لو انت قاعد في الفيديو لحد دلوقتي. النقطه الثانيه، اعمل لي مشاركه. النقطه الثالثه، في الديسكريبشن تحت هتلاقي الفايل بتاع المحاضره دي محطوط على جروب الواتساب او جروب التليجرام ان شاء الله، اللي احنا هنعمل لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. تدخل ان شاء الله وتنورنا وتكون معانا باذن الله في رحله البكالوريا لحد الاخر. يلا قول معايا: الجو والتي والايل والال، النو والفو والايل افيك اس وايه؟ والايل افيك اس. طب يلا بينا على الاسماء. يعني انا مثلا دلوقتي لما اجي اقول علي، يلا قول كده يا بطل. علي ده الضمير هو ولا هي؟ ولا احنا ولا انتوا؟
علي ده ها تقول لي هو. طيب انا عايز اقول هو يعني ايه يا بطل؟ هو يعني ايه؟ تقول لي هو يعني ايل. طيب صف اسنانك اللي تحت بان ولا لا؟ ايوه بان. قولها لي تاني كده. ايل. برافو. طيب لو انا جيت قلت هقول فاطمه. يلا فاطمه. فاطمه دي تاخد الضمير ايه يا بطل الابطال؟ هتقول لي تاخد الضمير ال. برافو. طب لو انا جيت قلت لك علي. علي ايه؟ طبعا انت عارف ايه يعني اند يعني. ماشي كده. علي ايه فاطمه. يلا بطل. علي وفاطمه بيساووا ايه؟ تقول لي ده علي ده مفرد مذكر صح، وفاطمه دي مفرد مؤنث. جميل. طب احنا نعمل ايه بقى في الحوسه دي؟ مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ هنعمل تغليب المذكر على المؤنث. يعني ايه يا بطل الابطال؟ يعني حضرتك هاخد علي ده اللي هو الضمير إيل اهو، والضمير ال هجمعهم على بعض، قال لي نخليه جمع مذكر. ايه ده؟ يعني لما يبقى عندي مذكر وعندي مؤنث بعمله جمع مذكر إيل افيك اس. طب لو انا يا مسيو احمد عندي واحد مذكر واثنين مؤنث اعمله ايه؟ اعمله جمع مذكر برضه. طب لو واحد مذكر وثلاثة مؤنث اعمله ايه؟ جمع مذكر برضه. طب لو ولد واحد في المدرسة، ولد واحد وكل المدرسة بنات، وانا دلوقتي عايز اقول هم جمع مذكر ولا هم جمع مؤنث؟ برضه جمع المذكر. خلاص؟ يبقى مجرد وجود اسم مذكر ده بيخليني اعمله ايه؟ جمع مذكر. طب لو انا جيت قلت رنا. رنا اهي رنا ايه و فاطمه. رنا وفاطمه تقول لي ده جمع مؤنث ولا مذكر؟ اسمين بنات اهو. يبقى ايه؟ يبقى ايه لافيك اس. يا سلام عليك يا سلام. ماشي يا حبايبي؟ طيب عظيم. دلوقتي يا حبيب قلبي حضرتك مطلوب منك ان انا اشيل لك الضماير دي وانت تبدا تحط ضماير مشابهه. ماشي اهو. يلا نروح كده اهو على اليمين كده اهو عشان انت ما تشوفش. ماشي. ونبدا نشوفك بقى يا بطل هتعرف تبدل الاسماء بضماير ولا لا. يلا يا باشا. اول اسم معايا، اول اسم معايا هيكون مثلا رامي. يلا حط ضمير بقى وريني كده. اتنين. تاني اسم معايا نهلة. يلا. تالت اسم معايا أليكس. ايه ألان. ألان ده اسم ولد. طبعا انت هتاخد على الاسماء الفرنسية بالتدريج. ماشي. أليكس وألان. طيب لما اقول أليكس ايه زوي. زوي ده اسم بنت وأليكس ده اسم ولد. يلا يا بطل. طب لما اقول زوي ايه مارتين. يلا وريني يا بطل بقى هتحل ازاي. هتقول لي يا باشا احمد انا فاهم وانا هحل تمام. طب وريني. يلا. رامي ده هتقول لي الضمير ايه؟ برافو سامعك ال. طب نهله دي الضمير ايه؟ ال. طيب أليكس وألان دول الضماير ايه؟ تقول لي دول جمع المذكر صح؟ إيل افيك اس هما. طب أليكس وزوي. أليكس ده اسم ولد وزوي اسم بنت احنا عرفنا. فيبقى إيل افيك اس جمع المذكر. طب زوي ومارتينا. زوي ده اسم ايه؟ اسم بنت. ومارتينا دي اسم ايه؟ اسم بنت. يبقى حضرتك عايز ايه؟ ال افيك اس بمعنى هن جمع المؤنث. طيب عايز اعلي عليك بصراحه واشوفك كده انت الدماغ حاضره ولا غيبت مني. تعالى يا باشا. لو انا جيت قلت مثلا علي ايه موا. هو يعني ايه موا دي يا مسيو احمد؟ موا دي زي مي كده بالانجليزي.
ماشي؟ موا هياها جو، يعني جو معناها انا، صح؟ وموا معناها انا بالظبط. تقول لي طب ايه الفرق؟ اقول لك تعالى، ايه الفرق في الانجليش ما بين اي ومي؟ تقول لي اي دي ضمير فاعل، ها، ومي دي ضمير ايه؟ ضمير مفعول. ماشي يا ابطال؟ طيب يبقى انا كده عرفت ايه الفرق ما بين الجو والموا. فلما اجي اقول لك علي ايه موا، علي ايه موا، يعني ايه علي ايه موا؟ علي وانا. طب لما اقول لك علي ايه توا، علي وانت. خلاص؟ تقول لي بس استنى يا مستر احمد اما افكر بالراحه كده، هو علي وانا يبقى انا اقصد ايه؟ احنا. طب علي وانت يبقى ايه؟ اقصد ايه؟ انتوا. فلما حضرتك تقول لي ايه؟ علي وانت يبقى انتم. طب علي وانا يبقى ايه؟ نحن. خلاص؟ طب عشان ما تنساهاش هنقولها ازاي؟ تعالى لي. اي واو اسم تبقى نو، واي واو اسم تبقى فو. سمعني. اي واو اسم تبقى نو، واي واو اسم تبقى فو. كمان مرة. أي واو اسم تبقى نو، وأي واو اسم تبقى فو. وهنا لازم أعرفك الأغنية بتاع الضماير. حضرتك لازم تغني الضماير معايا. ايه اللي دي تعتبر ايه؟ مفرد مذكر. ايه اللي دي تعتبر ايه؟ مفرد مؤنث. طب إلافيك اس ده ايه؟ جمع مذكر. إلافيك اس ده ايه؟ جمع مؤنث. طب إلافيك اس ده ايه؟ جمع مذكر، مذكر مع مؤنث اهو. طيب ومواو اسم بيديك نو، وتواو اسم بيديك فو. هنسمع الاغنيه دي مع بعض؟ يلا يا باشا. اي مفرد مذكر يبقى إل، أي مفرد مؤنث يبقى ال، أي جمع مذكر إلافيك اس. طب أي جمع مؤنث إلافيك اس. مذكر مع مؤنث إلافيك اس. أي مواوي اسم تبقى نو، وأي تواوي اسم تبقى فو. نقولها تاني مع بعض؟ يلا تعالى 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 قولها معايا يلا. ها. أي مفرد مذكر يبقى، أي مفرد مؤنث يبقى، أي جمع مذكر اس، وأي جمع مؤنث اس. مذكر مع مؤنث إلافيك اس. ها. أي مواو اسم تبقى نو، وأي تواو اسم تبقى فو. تمام يا باشا؟ تمام. وخليك فاكر إنه مسيو أو مدام. سامعك وانت بتقول. اول ما تلاقي مسيو او مدام في جمله تستخدم معاهم تي ولا تستخدم معاهم فو؟ لا، استخدم معاهم فو بمعنى حضرتك. حضرتك يا استاذ، حضرتك يا مدام. ماشي كده؟ ده كان اول جزء معانا يا اولاد في تاسيس بنيان الجمله. واحنا هدفنا من الحصه دي ان احنا نطلع عارفين نعمل جمله بالفرنساوي. يعني دي كده درسنا الفاعل خلاص، وعرفنا ان الفاعل ممكن يبقى اسم اي حد، اسم اشخاص، او اسم عام زي التلامذه، زي الدكاتره، زي المدرسين، زي الاولاد، زي الاطفال، زي البنات، زي الكلاب. ماشي؟ فدي اسمها اسماء عامه. والاسماء الخاصه الاسماء بتاع البني ادمين. خلاص؟ وعرفنا ان الاسم ممكن يبقى مفرد مذكر فبديله ال، مفرد مؤنث اديله ال، وجمع مذكر إلافيك اس، وجمع مؤنث إلافيك اس، مذكر مع مؤنث إلافيك اس. اي واو اسم تبقى نو، واي واو اسم تبقى فو، مسيو او مدام. الفو للاحترام. عاش. طيب تعالى معايا في الجزئيه الجايه. يا مسيو احمد هتديني ايه في الجزئيه الجايه؟ الجزئيه الجايه يا بطل الابطال هننقل خطوه كمان، وهي خطوه الفعل. الفعل في اللغه الفرنسيه يا اولاد متقسم لثلاث عائلات. يعني ايه ثلاث عائلات؟ يعني عائله كده مسميينها عائله المجموعه الاولى. تعالى بقى كده بالراحه اهو. يبقى انا كده لو انا هقول بخط عريض كده اهو،
الافعال في اللغه، سامحوني بقى لو خطي وحش، الفرنسيه، ماشي، 3 عائلات. تقول ايه 3 عائلات دي؟ العائله الاولى اسمها عائله المجموعه الاولى، وعائله كمان اسمها المجموعه الثانيه، وعائله كمان اسمها المجموعه الثالثه. يبقى لما اجي اقول لك افعال اللغه الفرنسيه بتتقسم لكام مجموعه؟ تقول لي 3 مجموعات، مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، ومجموعه ثالثه. تقول لي طب انا اعرفهم منين؟ مش كل عيله يا شباب بيبقى لها شكل معين. يعني في عيله تلاقي الناس كده ايه قريبين في الشكل من بعض، تعرفهم من بعض، خلاص، وبيتصرفوا نفس التصرف وليهم عاداتهم وتقاليدهم. فتلاقي عيله منحرفه بتتصرف تصرفات منحرفه، وتلاقي عيله ملتزمه بتتصرف تصرفات ملتزمه، وفي عيله نص منحرف ونص ملتزم، صح كده؟ وفي عيله تلاقيها كلها ملتزمه ما عدا ولد واحد بس، بمنطق العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. برافو كده. يبقى انا المجموعه الاولى يا شباب هي المجموعه اللي هتنتهي بايه؟ هتركز معايا بقى. قال لي المجموعه الاولى دي هي المجموعه يا مستر احمد المنتهيه بالاو والار. ايه ده يعني ايه او اللي هي الاي يعني، والار اللي هي الار، فاحنا بنقولها او ار. مش انا قلت لك انا مش هعرفك الالفابيه نقعد نقول ايه ب س د، احنا مش هنخلص من الكلام ده، انما انت تعرفه وسط الشرح. مش هقعد اقول لك في فيديو واحد بس يلا نقول الحروف مع بعض، انت لسه يا ابني في كيجي، خلاص؟ فانت صحصح معايا كده وخد الحاجات في اوانها بطريقه بسيطه وسهله، ما ترهقكش. الاو ار الفعل مجموعه اولى المنتهي بالاو ار ده بنسميه افعال مجموعه ايه؟ اولى. اي فعل اخره اي ار بقى بقول عليه فعل مجموعه اولى. طب ما تدينا امثله كده يا مستر احمد؟ هديك حاضر امثله. واي فعل يا اولاد اخره اي ار اللي هي الاي ار يعني بنقول عليه فعل مجموعه ثانيه. حلو الكلام؟ كلام عظيم. يبقى اي فعل او ار بقول عليه افعال مجموعه اولى، واي فعل اي ار اللي هي الاي ار بنقول عليها افعال مجموعه ثانيه. طب والفعل المجموعه الثالثه دي؟ افعال المجموعه الثالثه دي يا اولاد افعال شواذ. يعني ايه شواذ؟ افعال لا تتبع القاعده. يعني ايه برضو؟ يعني افعال ماشيه بكفه، تيجي تقول لها تعالي كده اما نتعامل بالقوانين وبالقواعد وبالعادات والتقاليد، تقول لك مالناش في الكلام ده يابا. امال ايه؟ انا بتعامل بكيفي وكل عيل من عيالي يتعامل بكيفه، احنا مالناش قواعد تحكمنا. ده فعل مجموعه الثالثه. طب افعال المجموعه الثالثه نهايتها ايه بقى؟ قال لي نهايتها متعدده. زي ايه مثلا؟ قال لي زي نهايه الاي ار. ايه ده؟ ايه يا مستر احمد ده؟ مش الاي ار دي اللي هي الاي ار دي مجموعه ثانيه؟ وفي مجموعه افعال مجموعه ثالثه بنفس النهايات اي ار برضه. طب انا اعرفهم من بعض ازاي؟ بالوقت يا عبيط الدنيا هتبقى اسهل. كل ما مشيت معايا في الكورس كل ما فهمت اكتر، ما تقلقش. طيب ايه كمان؟ قال لي او اي ار اللي هي او اي ار يعني افعال منتهيه بالاو اي ار. طب ماشي يا عم. طب وايه كمان؟ قال لي فعل منتهي بالار او ار اي يعني افعال المجموعه الثالثه. يبقى اقول بقى كده افعال المجموعه الاولى منتهيه او ار، افعال المجموعه الثانيه منتهيه باي ار، افعال المجموعه الثالثه منتهيه باي ار او اي ار ار او. انا عايزك تعمل سكرين. اعمل سكرين، اعمل سكرين. عملت؟ عملت سكرين. بعد ما عملنا السكرين ركز بقى معايا في الجزئيه الجايه. انا هبدا اجيب لك افعال وانت تصنفها، تقول لي ده فعل مجموعه اولى، ده فعل مجموعه ثانيه، ده فعل مجموعه ثالثه. ماشي كده يا شباب؟ يلا قول.
اهو هبدا بقى اكتب هنا كده اهو. المفروض ان حضرتك ايه مش شايف اي حاجه من اللي فات. يلا اكتب اول فيرب. اول فيرب يلا يا باشا. اول فيرب مثلا وليكن فيزيتي. عرفت ده مجموعه ايه؟ سامعك فعل مجموعه اولى فعلا. طيب لما اقول لك فيرب زي ده طبعا احنا مش بنقول اعرف المعنى دلوقتي، لا انا عايزك بس ايه تعرف المجموعه. ار او اللي هي الار اي فعل مجموعه ثالثه، برافو صح. طيب لما اقول لك مثلا فعل زي ده فينير، صح ده انا مش عارف هو تانية ولا تالتة، عندك حق لانه النهايه اي ار ديت ايه يا تانية ها يا تالتة، برافو. طيب فعل زي ده كده مونجي، وما انتش عارف اصلا معناه ايه، مش مهم دلوقتي. مونجي معناه ياكل يعني، ها وانتهي بالايه بالاو ار، فعل مجموعه برافو فعل مجموعه اولى. طيب فعل زي فاندر ده بمعنى يبيع يعني، ها منتهي بالايه بالار او، يبقى فعل مجموعه ثالثه، برافو. يبقى انت كده عرفت تصنف الافعال، ده اهو مجموعه اولى، وده اهو مجموعه ثالثه، وده اهو مجموعه ثانيه او ثالثه، وده اهو مجموعه اولى، وده اهو مجموعه ثالثه، برافو. طب يا احمد هنعمل ايه بقى في المشكله دي؟ هو ده مجموعه اولى ولا ثالثه؟ هو ده مجموعه ثالثه. طب انا هعرفهم منين؟ لسه يا واد مش اوانه دلوقتي. خلاص كده انا هعرفك ازاي تفرق ما بين الافعال المجموعه الثانيه وافعال المجموعه الثالثه بمجرد النظر، بس مش وقته عشان ما صدعش دماغك. احنا عايزين نركز دلوقتي كيفيه التعامل مع الفعل. عايزك ازاي تعرف تتعامل مع فعل وتصرف فعل وتختار تصريف الفعل صح في زمن البريزنت. ايه البريزنت ده؟ المضارع اللي هو عندنا بالفرنساوي اسمه ايه؟ البريزون. اسمه ايه؟ بريزون. يعني البريزنت هو البريزون بنفس السبيلنج بس النطق مختلف شويه. ماشي كده يا شباب؟ طيب احنا هنروح بقى للسبوره اللي بعد كده علشان نشوف اول فعل هنبدا نتعامل معاه نتعامل ازاي، وهو طبعا افعال المجموعه الايه؟ الاولى. بما اننا قلنا اولى ثانيه ثالثه يبقى احنا هناخد الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، هنتعامل مع كل مجموعه من الافعال. طيب الفعل اللي قدام حضرتك ده، الفيرب ده اسمه ايه؟ بارلي. طيب هو بارلي يعني ايه يا جميل؟ تقول لي بارلي ده معناه يتكلم، صح؟ طيب هو ده فعل مجموعة ايه يا حبيب قلبي؟ يلا اتعلم بقى، فعل مجموعة أولى. طيب أنا عايز أسألك سؤال بقى كمان، الفعل ده متصرف ولا مصدر؟ تقول لي ده فعل في المصدر. طب أقول لك أنت إيه اللي عرفك إن هو فعل في المصدر يا جميل؟ تقول لي طول ما هو محتفظ بالنهايات بتاعته يبقى اسمه فعل في المصدر. يبقى اي فعل يا جماعه المحه ار انا بقول عليه ايه؟ باخد منه معلومتين. المعلومه الاولى ان هو مجموعه اولى، المعلومه الثانيه ان هو فعل في الايه؟ في المصدر. طيب انت عرفت يعني ايه مجموعه اولى؟ تقول لي فعل منتهي بالاو ار يبقى اسمه فعل مجموعه اولى على طول، صح. طيب عرفت يعني ايه فعل في المصدر؟ تقول لي الفعل في المصدر ده هو الفعل اللي ما فيهوش اي اضافات. يا جدع انت احنا هنغسل ما فيهوش اي اضافات؟ لا طبعا. التعريف الصحيح لفعل المجموعه الاولى هو اللي انا اقول لك عليه دلوقتي. ايه بقى التعريف الصحيح؟ الفعل المجموعه الاولى يا اولاد هو فعل، ركز معايا، لم يتم تصريفه في اي زمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فعل قاعد في بيته. يعني ايه قاعد في بيته دي يا مش واحد؟ يعني فعل ما راحش المستقبل ولا راح الماضي ولا راح الامر ولا راح الماضي المستمر ولا راح الماضي البسيط ولا راح الماضي التام ولا راح في اي حته ولا راح في المضارع، قاعد لسه في بيته ما تمش تصريفه في اي زمن.
فالفعل اللي ما تمش تصريفه في اي زمن انا بقول عليه ايه؟ بقول عليه فعل في المصدر. طب والفعل المنتهي بالاو ار بقول عليه ايه؟ فعل مجموعه اولى. يا ريت نكون فهمنا الجزئيه دي بالذات. ماشي يا حبايبي؟ ماشي يا جميل. دلوقتي حضرتك بقى عايز تقول انا اتكلم، اقولها ازاي؟ قال لي قول الاول الضمائر. مش انت اتعلمت الضمائر؟ تقول لي اه اتعلمت. انا يعني جو، صح؟ وانت يعني تي، ها؟ وهو يعني إل، وهي يعني ال. طيب ركز بقى. نحن يعني ايه؟ تقول لي يعني نو. اوعى تقولها نوس، اوعى، اسمها نو. خلاص؟ طب انتم يعني ايه؟ انتم يعني فو. انا سامعك وانت بتقول مش احمد، هي مش انتم دي ممكن تكون حضرتك؟ صح، ممكن تكون حضرتك. طب وإيل، ها؟ تبقى ايه؟ إيل افيك اس. طب وال تبقى ايه؟ إل افيك اس. يبقى دول 8 ضماير اهم، قلتهم يلا. جو، تي، إل، ال، نو، فو، إل افيك اس، إل افيك اس. طيب عارف الترجمة؟ ها؟ أنا، أنت، هو، هي، نحن، أنتم أو حضرتك، هم وهن. حلو الكلام؟ كلام عظيم. أنا عايزك بقى تعرف معلومة برضو. إيه؟ الجو بمعنى أنا الجمع بتاعها إيه؟ نو. طب التي بمعنى أنت الجمع بتاعها إيه؟ فو. الإل بمعنى هو الجمع بتاعها إيه؟ إل افيك اس. وال بمعنى هي الجمع بتاعها إيه؟ إل افيك اس، يعني هن. ماشي يا حبايبي؟ طب عظيم. انا عايز بقى اصرف يا مسيو احمد الفعل اللي فوق ده. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول انا اتكلم، انت تتكلم، هو يتكلم، هي تتكلم، نحن نتكلم، هم يتكلمون، هن يتكلمن. يعني عايز اصرفه في 8 ضمائر. تعال بقى اما نشوف القصه دي. عمك بارليه ده فعل قاعد في ايه؟ في بيته، في صيغه الايه؟ سمعك المصدر مجموعه ايه؟ اولى. احنا عايزين بقى نطلعه من بيته، ها؟ نوديه زمن المضارع. يعني ايه؟ عايزين نخلي بارليه انا اتكلم، انت تتكلم، هو يتكلم، يعني عايزين نوديه البريزنت، عايزين نوديه زمن البريزون. نعمل ايه يا بطل الابطال؟ تعالى بقى اقول لك على القصه دي. الولا جو ده، ها، راح لبارليه، خبط عليه. يا بارليه. قال له نعم. قال له ما تيجي تطلع من بيتك وتيجي معايا زمن المضارع ده يا ابني، شم شويه هوا. قال له مفيش مشكله، نخرج في زمن المضارع. قال له طب وانت هتخرج بعبلك كده؟ هتخرج بالهدوم بتاع البيت كده؟ قال له لا، استنى اما اغير. هشيل هدوم المصدر والبس هدوم المضارع. يعني شكله هيتغير؟ اه شكله هيتغير. هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعال اما نلون كده باللون الاخضر ده اهو ونقول شكله هيبقى كده. بص، بارل. شال الايه؟ الهدوم بتاع الايه؟ بتاع البيت اللي هو النهايه، شالها وحط ايه بدلها يا بطل الابطال؟ حط ايه ده؟ يبقى الجو بارل كده انا اتكلم في الوقت الحاضر. ايوه، انا اتكلم في الوقت الحاضر. طيب يلا تي، ها انت هتعمل ايه؟ التي راح خبط على بارليه. يا بارليه. قال له نعم. قال له عايزك تطلع من بيتك وتروح زمن المضارع. اطلع من بيتي واروح زمن المضارع؟ ايوه يا باشا. طيب يعني اعمل ايه؟ قال لي شيل الاو ار. شيلنا الاو ار وحطينا ايه؟ اهو بارل. طب النهايه الاو ار دي النهايه بتاعتها ايه؟ هنشيل الاو ار ونحط او اس. اشمعنى؟ قال لي التي لما بيبقى خارج مع فعل المجموعه الاولى في زمن المضارع لازم يلبس او اس، والجو لازم يلبس او. طب يا مستر احمد انت حاططهم في دايره، احنا هنحطهم في دايره برضو؟ لا، انا بعمل كده عشان اوضح لك بس، انما بعد كده احنا هنكتبه من غير دواير. ماشي؟ انا بعمل دايره عشان انت ايه؟ تكون مركز معايا. طب ايه اللي عمل ايه؟ خبط على بارليه. قال له ايه؟ قال له تعالى اطلع من حاله المصدر نوديك زمن الايه؟ المضارع. يعني الباشا ده هيطلع من بيته، يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل كده اهو
بارل. طب الاي اللي النهايه ايه؟ النهايه او. عاش. طيب هنا ال اللي النهايه ايه؟ النهايه او. تقول لي ايه ده يا مستر احمد؟ انا ملاحظ حاجه غريبه جدا. ايه يا ابني الحاجه الغريبه اللي ملاحظها؟ تقول لي انا ملاحظ اللي انا هعمل عليهم خطوط مميزه كده، الجو والال والال واخدين نفس التصريف. صح. يبقى انا اتكلم، هو يتكلم، هي تتكلم، نفس النهايه مشتركه اللي هي الاو. نعلمهم علامه كده اهو، الفيوليه دي البنفسجي دي. ماشي. طب التي هي اللي مختلفه، الوحيده اللي ايه مختلفه بالاو اس. طب تعالى اما نروح بقى كده للضمير نو ونشوفه كده هيتصرف ازاي مع المجموعه الاولى. يلا يا باشا. تقول لي يا مستر احمد نو راحت خبطت على مين؟ على بارليه. فبارليه قال لها عايزه ايه يا نو؟ قالت له تعالى اما نخرج يا باشا من بيتك ونروح زمن المضارع. قال لها هستنى اما نغير هدومي. خلاص. فراح يغير هدومه. الاو ار اتبقى ايه؟ ادي يا عم دلوقتي هو شال هدوم البيت وركب ايه؟ قال لي او ان اس. طب ودي بتتنطق ازاي؟ هتبقى او بارلون. الاو ان اس دي تتنطق او، الاو ان اس دي تتنطق او، يبقى بارلون. ماشي حبايبي؟ طيب الفو، يلا يا بطل الابطال، الفو ها بارل. طب والنهايه مع الفو ايه؟ او زد، يبقى بارلي. يبقى نو بارلون فو بارلي. يبقى الاو زد دي على طول الفو بتلبس او زد والنو بتلبس او ان اس. يا رب تكون فهمنا. يبقى قول لي كده، انا هراجع يا مستر احمد. ماشي. انا هقف كده اهو في الكاميرا عشان انت ما تبقاش شايف. يلا يا باشا وريني كده شطارتك. ها الجو النهايه ايه؟ او. برافو. طب والتي؟ اوعى تكون شايف حاجه. ها او اس. طب والايل؟ او. والال؟ او. طيب النو سامعك او ان اس. والفو او زد. برافو. خلاص. يبقى قول معايا كده الجو او والتي او اس والايل او والال او. النو ان اس والفو او زد الى فيك اس ولا فيك اس ايه؟ او ان تي او ان تي. طب تعالى يلا كده معايا اهو. بص الى فيك اس هحط هنا او ان تي اللي هي الاي، يعني او يعني اي. طيب وتي اللي هي تي. ماشي. القط مني بقى الحروف او ان تي او ان تي. ماشي. طيب بس يا احمد هي النهايات دي لازم احفظها؟ لازم. ليه؟ تعالوا انا اقول لك ليه. عشان اي فعل من نفس العيله اللي هي عيله الاو ار، فعل مجموعه اولى في صيغه المصدر، هنحوله لزمن المضارع، هنعمل فيه اللي عملناه مع فيرب بارلي بنفس القواعد. ليه؟ لانها عيله واحده. طول ما انت بتتعامل مع عيله المجموعه الاولى يبقى هتتعامل بقوانين عيله المجموعه الاولى اللي هي ايه؟ لما بتروح المضارع بنشيل النهايه ونحط نهايه ثانيه. ماشي يا بطل ابطال؟ تعالى بقى معايا كده. دلوقتي انا هاخدك كده اهو واروح بيك على فيرب جديد واقول لك يلا وريني الشطاره، بس بعد ما تراجع لي النهايات. الجمعه ايه يا واد؟ او. والتي ايه يا واد؟ فعلا او اس. والاي اللي هي واد او. والال او. ايل وال الاثنين نفس التصريف. والنو او ان اس. والفو او زد. الاي فيك اس او ان تي والاي فيك اس او ان تي. عظمات. طيب ركز بقى معايا. حضرتك دلوقتي مطلوب منك تروح على فيرب مثلا وليكن فيزيتي. يعني ايه فيزيتي؟ تقول لي معناها فيزيت، يعني بالانجليزي كده يزور. صح؟ انت عايز بقى تقول انا ازور. خلاص؟ انت تزور، هو يزور، هي تزور، نحن نزور، هم يزوروا، انتم تزورون، وهم يزورون، وهن يزورن. يعني عايز اصرف مع الضمائر. يلا يا باشا قول. ادي الجو وادي التي، اسبقني يلا، وادي الايل وادي ال سامعك. ها ادي النو وادي الفو، الالافيك اس والالافيك اس. يلا يا عم الفيرب فيزيتيه هتعمل فيه ايه؟ يلا وريني. احنا بنروح نعمل ايه؟ الجو. ها الجو راح فين؟ الجو راح لفيزيتيه.
قال له ايه؟ عايزين نخرجك من صيغه المصدر، مجموعه اولى اهو، هنحولك لزمن المضارع. نعمل ايه؟ فعم فيزيتيه شال الاو ار هدوم البيت ولبس ايه؟ اهو لبس او. طب فيزيتيه هنا شاطر برافو عليك، لبس الاو اس. طب وهنا طبعا احنا مش هنبدا نعمل دوائر بقى، خلاص انت فهمت. طب وهنا فيزيت بالاو. طب وهنا فيزيت او ان اس. طب وهنا فيزيت او زد. طب وهنا فيزيت او ان تي. طب وهنا فيزيت او ان تي. ايه ده؟ يعني انا اي فعل هيقابلني من نفس العيله هتعامل معاه بنفس التعامل. ايوه هتعامل معاه بنفس التعامل. طيب مش احمد انا كده فهمت تمام، عايز بقى اشوف السؤال ده لو جالي على هيئه سؤال في قلب الكتب الخارجيه او في قلب الامتحانات او في قلب التقييمات او في قلب الحاجات دي، اعمله ازاي؟ يعني انا هحله ازاي؟ تعالى بقى يا باشا وركز معايا في الجزئيه الجايه. دلوقتي بقى جميل، المفروض ان احنا نتمرن على الجزئيه اللي احنا اتعلمناها، وهتشوف دايما معايا وانا شغال معاك من النهارده لحد اخر حصه في البكالوريا في ثانيه ثانوي وان شاء الله. هتلاقيني دايما بتعامل معاك بالطريقه دي، اللي هو ايه؟ ناخد جزئيه ونروح نطبق عليها. واضحه الفكره؟ سهله الفكره. تعالى لي يا جميل. بص بقى انا عايز يعني ايه اخليك تركز معايا. فاكر لما كنا بنقول اي موا واسم صح تبقى نو، واي طوا واسم تبقى فو. واضحه الفكره كده؟ ماشي جميل. هتلاقيني بقى ايه مثال، والفايل ده يا معلم هينزل لك ان شاء الله في الديسكريبشن على التليجرام او الواتساب ان شاء الله. طيب تقول لي بص يا مستر احمد انا كده واخد بالي من حاجه. ايه الحاجه؟ ان حضرتك بتقول لي بيير اي موا، اسف بيير اي توا، يعني بيير وانت، اللي هو اصلا عايز يقول لك فو بس بيحاول يشتغلك، بيحاول يعلي عليك. هو مش عايز يقول لك فو على طول، هو عايز يقول لك ايه؟ حاجه بتعوض بيها عن فو. فنقول بيير اتوا، بيير ده اسم وجنبه توا يبقى فو. طب لو انا كنت شلت توا دي وحطيت موا، برافو كنت هقول نو. سهل الفكره؟ هابله الفكره. يلا جميل. بيير اتوا لو فرونسي، يعني بيير وانت الفرنساوي، وعايز يقول بتحب الفرنساوي. خلاص؟ طيب بيير اتوا احنا قلنا فو صح؟ الفو يا شباب بتاخد النهايه او اس؟ تقول لي لا دي النهايه تي اللي بتاخد او اس. طب او ان اس؟ تقول لي لا ده النو هي اللي بتاخد ايه؟ او ان اس. طب او بس؟ تقول لي لا ده الجو والتي والال، لا الجو والال والال، لا مش نافع ده برضه. يبقى ده اكس وده اكس وده اكس. طب امال مين اللي بياخد الفو؟ بياخد ايه؟ تقول لي بياخد او زد. يبقى هو ده الاختيار الصحيح. وصلت الفكره يا جماعه؟ عرفنا احنا هنختار ازاي؟ طيب عظيم خالص. هات السؤال اللي بعده. عايز بس اقول لك واوصل لك مش اي سؤال هينفعنا واحنا ماشيين. ليه؟ هقول لك ليه. تعالى. مش انا وانا بتكلم معاك قلت لك ان في 3 عائلات صح؟ فانا دلوقتي وانا شغال على الفايل ده انا هشتغل على ال3 عائلات شرح كلهم، انت هتوه. فانا لازم اشتغل على عيله، وبعد ما نخلص العيله نشتغل على اللي بعديها، خلص العيله اشتغل على اللي بعديها، وهكذا. ماشي حبايبي؟ طيب تعالى بقى نشوف نفس العيله اللي هي عيله المجموعه الاولى. تو لي موند. تعرف يعني ايه تو لي موند دي؟ تقول لي يا مستر احمد اصلا انا مش عارف كلمات. يا ابني هتعرف كل حاجه في اوانها، بس ركز معايا كده وشوف نفسك انت فاهم مني ولا لا. بس احنا بنتعرف على بعضينا في الكور ده في الحصه دي. فلو انت لقيت نفسك راكب معايا جميل نركب لحد اخر السنه، ما لقيتش نفسك راكب معايا يا باشا اقفل الفيديو يا باشا وكبر دماغك. طب لو لقيت نفسك راكب معايا المفروض تعمل ايه؟ انت عارف هتعمل ايه يا قط؟
هتدعي لي دعوه بالله عليك، لو ما دعتليش في اول الفيديو انزل ادعي لي في الفيديو، شارك الحصه دي لكل الناس اللي في اداب وفنون عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت وانا استفيد كمان دعوات زياده. ماشي يا حبايبي؟ يلا يا باشا. تقول لي موند يعني الضمير ايه؟ تقول لي يعني الضمير ايل. تقول لي هو اصلا تقول لي موند يعني ايه؟ كل العالم. تقول لي هو مش كل العالم ده في ناس كتير؟ لا، هو عالم واحد. كل العالم سعيد، كل العالم حزين، كل العالم بيفرح. فاحنا بنخلي الموضوع ايه؟ مفرد. طيب تولي موند كل العالم دي الضمير ايه؟ ايل. طيب الضمير ايل اللي ياخد او اس؟ تقول لي لا، ده التي اللي بتاخد او اس. الضمير ايل اللي بتاخد او ان تي؟ تقول لي لا، ده الاي لافيك اس والاي لافيك اس هو اللي بياخد او ان تي. طب الضمير ايه اللي بياخد او زد؟ تقول لي لا، ده الفو هي اللي بتاخد او زد. يبقى انا هختار ايه؟ اختار ام. ماشي يا حبيبي؟ طيب جميل. طبعا انا قلت لك ايه، انا ممكن تلاقيني ايه؟ مفوت افعال لانها مش افعال مجموعه اولى. خلاص؟ تقول لي يا مش احمد الكلمه الكبيره دي ايه ده؟ تعالى وانا اقول لك ايه الكلمه الكبيره دي. سهله. تعرف مي دي يعني ايه؟ يعني ماي بالانجليزي، زي ما يكون ماي بالظبط. مي دي اللي هي ماي. ماشي؟ طيب تعرف تقرا الكلمه دي؟ تقول لي اعرف. ها، سايبر. صح؟ يعني ايه سايبر؟ السايبر اللي انت بتقعد فيه عشان تعمل شات وبتاع وتقعد تلعب جيمز وكده. تمام؟ كوبان يعني اصدقاء. يبقى هو عايز يقول لك اصدقاء في الشات، اصدقاء على النت، اصدقاء بالمراسله. يعني انت لو مصاحب واحد مثلا في ايطاليا او في فرنسا وبتعمل معاه شات، ده اسمه سيبير كوبان. فهو هنا قصده على سيبير كوبان واحد ولا كذا سيبير كوبان؟ عشان جمعه بالاس، يعني هو عايز يقول اصدقائي في الشات. طب يعني دول ايل ولا ايلافيك اس؟ يعني مفرد ولا جمع؟ تقول لي لا لا جمع، ايلافيك اس. طيب الايلافيك اس يا بطل هياخد النهايه او زد؟ تقول لي لا. طب الايلافيك اس يا بطل ياخد النهايه او اس؟ تقول لي لا، الاو اس دي مع التي. طب الايلافيك اس تاخد النهايه او؟ تقول لي لا، لو اي اللي بس كان ياخد النهايه او. انما الايلافيك اس تاخد النهايه ايه؟ او ان تي. وصلت الفكره بطل؟ سهله جدا. ماشي؟ طيب معايا هنسيب 6 تعالى ل7. بس احمد انت تفضل تسيب كده كتير؟ ايوه، يعني انا هسيب مثال ونركب في المثال اللي بعده، نسيب مثال نركب في المثال اللي بعده. ليه؟ علشان زي ما قلت لك بعد ما ناخد بقى الجزئيه اللي عليها التمارين دي نرجع لها ان شاء الله ونحلها مع بعضين. ماشي؟ طبعا الفايل ان شاء الله ينزل لك على التليجرام. ساره ساره دي تقول لي الضمير هي ال. طب وكمية اعتبرها كاميليا يا عم، الضمير ال. طب دي ال ودي ال صح؟ يبقى ده جمع مؤنث ولا جمع مذكر؟ جمع مؤنث. يعني الاثنين دول دي معناها اند صح؟ يبقى ال افيك اس. طب ال افيك اس يعني ايه؟ هن. صح؟ طيب انا لما اجي اقول لك ال افيك اس اخد النهايه او؟ تقول لي لا. طب اخد النهايه او اس مع التي؟ تقول لي لا. طب اخد النهايه او زد مع الفو؟ تقول لي لا. امال اخد النهايه ايه؟ او ان تي. يبقى هي التست او ان تي. هو يعني ايه دي التست دي؟ يعني يكره. فهو عايز يقول ان ساره وكامي بيكرهوا الماث، بيكرهوا الرياضيات. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده تعال نشوفه كده. هنفوت 8 تمام، وهنفوت 9 كمان، هنفوت 10. ايه ده يا مش احمد؟ احنا هنفوت كتير، ونفوت 11 ونفوت 12 ونفوت 13. طيب هنا بقى 14. اللي فوتته ده مش احمد هتحله؟ طبعا لازم احله، يعني مش هسيبك كده يعني. طيب بص بقى، تعالى كده اما اقول لك حوار كده. بص شايف الفيرب ده؟ الفيرب ده فيرب ايه؟ تقول لي فيرب ايه مي. طيب انا عايز اصرف الفيرب ده مع ايه؟ مع الجو صح؟ ومع ايه؟ ومع التي، ومع ايه؟ ومع الايل، ومع الال. ماشي؟ فتيجي تقول لي بص يا مسيو احمد، الجو راح لايميه عمل ايه؟ قال له ولا غير هدومك يلا عشان نخرج نروح زمن المضارع. قال له ماشي، وراح جاي مغير هدومه ولابس او. بس في حاجه بقى يا شباب. ايه؟ بص اللي هيحصل، هعملها بلون مختلف عشان حضرتك تبقى واخد بالك. شايف؟
ده متحرك وده متحرك. نعمل ايه بقى في القصه دي؟ قال لك هنشيل الاو ونحط بدلها ابوستروف، ويبقى عامل ازاي؟ تبقى كده جام. ماشي؟ طب هنا تي ام اهو، النهايه ايه؟ او اس، عشان التي بتاخد النهايه ايه؟ او اس. طب هنا بقى مش احمد متحرك وهنا ايه؟ متحرك. احنا نشيل الاي ونحط ايه؟ هنشيل اليو، يعني اليو اسمها اي بالفرنساوي. ماشي؟ هنشيله ونحط ابوستروف. قال لي لا الكلام ده ما ينفعش. امال ايه؟ قال لي التي على وضعها لحد ما تقابل ربها. يعني ايه؟ يعني ما فيش ابوستروف مع التي. امال الابوستروف تشتغل مع مين؟ مع الجو فقط. ايه ده؟ يعني انا ما ينفعش اختار ضمائر بالابوستروف الا الجو فقط؟ لو جه وراها متحرك. طب تعالى اما نجرب القصه دي اهو. الفيرب ده فيرب ايه؟ ايمي. ايمي يعني ايه؟ يحب. اصلا كان كده وبقى عامل ازاي؟ بقى كده شال الاو ار وحط ايه؟ حط او. طب النهايه اللي بتاخد او الى فيك اس؟ تقول لي لا غلط. طب تي؟ تقول لي لا كنا هنحط او اس لو تي. صح كده؟ طيب هنا انا عندي جو وعندي جو ابوستروف، اختار انهين؟ تقول لي بصيت هنا لقيت ايه؟ متحرك. بصيت هنا لقيت ايه؟ متحرك. فاخد جو ولا جو ابوستروف؟ هاخد جو ابوستروف، علشان القاعده بتقول لي مع المتحرك انا بحول الى جو ابوستروف. خلاص؟ تعال نشوف كده المثال اللي جاي ده هنحله ولا لا؟ لا مش هنحله. المثال اللي جاي هنحله ولا لا؟ مش هنحله. المثال اللي جاي مش هنحله. المثال اللي جاي مش هنحله. طيب تعالى بقى كده للجزئيه اللي جايه في هذه الضمائر، وجاء اوان الامثله اللي احنا عديناها في الفايل اللي فات ده. عمال انت بقى تسال نفسك هو المسيو احمد عمال يفوت في الامثله ليه؟ هقول لك انا. لانه انا بهتم بالكيف مش بهتم بالكم. يعني ما يهمنيش انا خلصت قد ايه، انما انا يهمني انت فهمت ولا لا. باشا مصر انا هنا موجود عشان حضرتك تفهم، فلو انت ما فهمتش للاسف وجودي ملوش لازمه. خلاص؟ فكرك للمره الثالثه، لو انت مستمر معايا لحد دلوقتي في الفيديو انزل ادعي لي لو ما دعيتليش. الثانيه اعمل شير للحلقه دي او للحصه دي او للمحاضره دي علشان الناس تبدا تتلم في اداب وفنون، واوفر عليك شحطات السناتر، اوفر عليك كتير جدا ان شاء الله. اشتغل لك شغل بموارد الله باذن الله يعجبك. ماشي يا حبايبي؟ يلا بينا. تعالى بقى كده نروح لفعل هو لابس لبس المجموعه الاولى بس هو مش مجموعه اولى. انت فاكر لما قلت لك العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع، صح كده؟ اهو الفعل ده هو الصايع بتاع العيله دي. يعني انا مش احمد مش فاهم حاجه. يعني لو جيت قلت لك يا بطل الابطال الفيرب ده فيرب اليه، تقول لي ايه المشكله اللي فيه؟ ما هو اليه. طب ما انا عارف اليه ده يعني يذهب، صح؟ فعل في صيغه المصدر. ماشي؟ طب فعل مجموعه اولى اقول لك لا ده فعل مجموعه ثالثه. شو احمد انت بتقول كلام وتغيره؟ مش انت لسه قال دلوقتي ان المنتهى بالOR ده فعل مجموعه اولى؟ حصل، بس قلت لك في استثناء لكل قاعده، والعيله اللي ما فيهاش صايع هو ده الصايع، هو ده الفيرب اليه. فاحنا هنسميه الفيرب اليه ده بمعنى يذهب، صح؟ اللي هي بتساوي ايه في الانجليش؟ بتساوي جو. ماشي؟ كانك عايز تقول انا اذهب انت تذهب هو يذهب هي تذهب. تمام؟ فالفعل ده هنسميه الفعل العاق في اللغه الفرنسيه. يبقى اول ما اقول لك الفعل العاق افتكر الفيرب اليه. طب في افعال عاقه ثانيه منتهيه بالOR يعني نفس نهايه المجموعه الاولى بس هو مش مجموعه اولى؟ لا مفيش افعال عاقه تاني، هو ده الفعل العاق الوحيد. خلاص كده؟ طيب تعالى بقى كده اما نشوف المعلم الفعل العاق ده ليه سموه عاق. ماشي؟ في الكلام اللي جاي ده بص، انا عايز اقول انا اذهب، طيب عايز اقول انت تذهب، عايز اقول هو يذهب، عايز اقول هي تذهب،
عايز اقول نحن نذهب، عايز اقول انتم تذهبوا، عايز اقول هم يذهبوا، وعايز اقول هن يذهبن. هعمل ايه يا بطل الابطال؟ هتعامل مع الفعل العاق. طب الفعل العاق في اللغه الفرنسيه بقى اللي هو الفيرب اليه ده سموه عاق ليه يا مسيو احمد؟ بص يا باشا، اولا علشان هو لا يتبع القاعده. يعني لو انت جيت لواحد كده قلت له باشا صرف لي الفيرب عليه كده مع الجو، تعرف هيعمل ايه؟ هيشيل الايه؟ الاو ار ويعمل كده جو، شال الاو ار وحط او. الكلام ده كله غلط، الكلام ده ما ينفعش. امال ايه؟ الفيرب عليه ده بيتعامل بكيفه، بمزاجه، بقوانينه. تقول له يا ابني ده انت نهايتك او ار، افعال مجموعه اولى، يقول لك لا انا افعال مجموعه ثالثه. انا سبت بيتي وسبت عيلتي ورحت قعدت مع العيله بتاع المجموعه الثالثه، ولما قعدت مع عيله المجموعه الثالثه ما بقاش يتطبق على القوانين وبقيت اتعامل براحتي. طب انا عايز اسالك سؤال، هو الواد العاق ده ممكن يكسب ولا يخسر؟ تقول لي العاق يخسر طبعا، واحد ما بيسمعش كلام اهله هيكسب يعني؟ وده انا عايز اقوله لك والله يا ابني، يعني مش هتلاقي توفيق ومش هتلاقي نجاح ومش هتلاقي رزق ومش هتلاقي ابواب علم بتتفتح لك وابواب رزق بتتفتح لك الا اقسم بالله لما تبقى طائع. سكه العيل العاق وسكه الطالب اللي هو مش همه يعني يبقى سامع كلام اهله ولا اهله راضيين عنه ولا لا، انا شايفها هي اكبر عائق ليك السنه الجايه. والله يعني يا ابني والله لو انت خدت بكل الاسباب من غير رضا اهلك انا متاكد مليون في الميه انك مش هتوصل لحاجه. فخلي بالك خلي بالك خلي بالك من اكبر عائق ليك في الثانويه او في البكالوريا السنه الجايه. اوعى تكون عاق، اوعى. طب تعالى بقى كده تشوف الفيرب عليه اللي هو احنا بنسميه الفعل العاق، كسبان ولا خسران؟ تقول لي خسران، يعني يزيد ولا ينقص؟ ينقص. طب تعالى كده اما نشوف، تعالى هنشوف هيزيد ولا ينقص. يلا يا باشا، شكله بيبقى كده مع الجو. ايه ده؟ ايه اللي جاب عليه ليفي؟ ايه يا مسيو احمد ده؟ ايه اللي جاب فيرب عليه ليفي؟ ايه اللي جابهم لبعض يعني؟ اقول لك ايه اللي جاب فيرب تو بي لايام؟ ليه يعني؟ ليه تو بي ما بقاش اي اس مثلا يعني؟ ليه اشمعنى بقى ايام؟ لان اولاد الافعال دي اسمها افعال شواذ تنقل بالسمع واتدونت سماعا، يعني الناس نقلتها عن بعض من غير ما يبقى في قاعده. تمام؟ تيجي تسال اهل اللغه عن القاعده يقول لك لا ملهاش قاعده، والله احنا ورثناها من اجدادنا واجداد اجدادنا كده، فاهم؟ فالفيرب عليه من الافعال دي فعل عاق لا يتبع القاعده، بيتحفظ زي ما هو. تعالى لي بقى، عايزين نحفظه مع بعض، احنا عايزين نحفظه مع بعض. فتيجي الفيرب عليه اللي هو يذهب، في انا اذهب تقول ايه؟ جو في. طب انت تذهب، احنا قلنا الفعل ده بينقص ولا بيزيد؟ بينقص. طب هينقص يبقى كام حرف؟ يبقى كده فا. يا نهار ابيض، ده ناقص حرف فعلا لانه عاق. طب مع ال هيبقى كده، والال ايه ده؟ ده ناقص حرف فعلا. يبقى في 4 حروف، فا 3 حروف، فا. طب يلا ما ننطق كده، جو في انا اذهب، tu vas انت تذهب، il va هو يذهب، elle va هي تذهب، je vais انا اذهب، tu vas انت تذهب، il va هو يذهب، elle va هي تذهب، je vais انا اذهب، tu vas انت تذهب، il va هو يذهب، elle va هي تذهب. يلا تاني، je vais tu vas il va elle va. تعالى لي بقى كده النو. انا كده خلاص عرفت 4 3. يعني لو جيت قلت لك يلا سمع ده، تعرف؟ اقسم بالله لا تعرف. ازاي؟ بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. ها، كسبان ولا خسران؟ برافو، خسران. يبقى فا. فا ماشي. تعالى بقى اما نشوف حكايته مع والدته. مين والدته دي يا باشا؟ نو. ايه ده؟ وحكايته مع والده الفو. فالنو راحت لابنها قالت له يا علي، قال لها نعم يما.
قالت له يا ابني ما تيجي تعيش معانا وتاكل من اكلنا وتشرب من شربنا وتمشي على تقاليدنا وعاداتنا وتسيبك من شغلانه العقوق والشوارع والانحراف اللي انت فيه ده. لا بص يا ستي انا هجرب، لو استريحت استريحت، ما استريحتش همشي تاني. قالت له خلاص تعالى جرب. فالنوم راحت لقاليه قالت له يا ابني تعالى كده اتصرف زي المجموعه الاولى. راح جاي ايه؟ راح جاي شايل الاو ار وحاطط ايه يا ولا؟ او ان اس. بقت الون، معناها نوز الون يعني نحن نذهب. الفو راح عمل نفس اللي عملته نو، سمع كلامه وقال له ايه؟ طب انا جاي معاك. قال ايه؟ بس هركب ايه؟ او زد بتاع المجموعه الاولى. شاطر، سامعك سامعك. طب الالافيك اس والالافيك اس بقى، الفيرب عليه عجبه الوضع مع والدته ووالده، واخد النهايه او ان اس والنهايه او زد؟ لا، رجع للانحراف تاني. مش هو ابتدأ بالانحراف بالفي، ينتهي بالانحراف بالفي. في او ان تي، في او ان تي. هي دي قصه الفيرب عليه الفعل العاق. انا متاكد دلوقتي ان انت حضرتك حالا تقدر انك تسمع الفيرب عليه بالقصه الهبله اللي انا حكيتها لك دي. يلا يا باشا كده انا هسد كالعاده السبوره دي وهشوفك كده تقدر تسمع ولا لا. الفيرب عليه كان كام حرف؟ 4. في، بعدين 3 فا، بعدين فا، بعدين فا، بعدين او ان اس ال او ان اس، بعدين فو او زد ال او زد، وبعدين في او ان تي في او ان تي. طب انا عايز اعرف نطقهم يا مستر احمد. هنطقهم لك مره واحده وانت تعمل ريبلاي للفيديو. يلا. جو في، تو فا، طبعا انت عارف الترجمه. جو في انا اذهب، تو فا انت تذهب، il فا هو يذهب، il فا هي تذهب، nous allons. تقول لي ايه ده؟ انت نطقت دي زد ليه؟ مش دي اس؟ المفروض تقولها نوسه. نوسه ايه يلا نوسه ايه؟ اسمها نوزالو. يعني الاس ما بين حرفين متحركين تتقلب زد. فوسالي لا فوزالي، حتى لو حبيت تجيبها اس مش هتيجي معاك. فوزالي يبقى اقولها فوزاليز؟ لا، الاو زد يا اولاد بتتنطق ايه بالانجليزي عادي، والاو ان اس يا اولاد بتنطق او عادي، بس او كده انفيه. او نوزالون، نوزالون بالظبط. وفوزالي ماشي، وإل فون وإل فون. ماشي حبايبي؟ يبقى انا عندي دلوقتي جو في، تو فا، إل فا، إل فا، نوز الون، فوز الي، إل فون، إل فون. خلصت اول فيرب، وهو الفيرب ايه؟ الفيرب عليه الفعل الايه؟ الفعل العاق. ماشي؟ طيب يا مستر احمد، نعم، هو احنا كده خلصنا كل الافعال بتاع المجموعه الاولى؟ ما هو احنا قلنا لك بقى ده اصلا فعل مجموعه ثالثه، بس نهايته زي نهايه المجموعه الاولى. ماشي كده؟ نهايته اسف، يعني النهايه بتاعته الاو ار زي المجموعه الاولى، بس هو مش مجموعه اولى، هو مجموعه ايه؟ ثالثه. راح عاش مع المجموعه الثالثه واصبح من الافعال الشواذ. تمام كده؟ تمام. طب انت بتحفظه ازاي؟ 4 3 2 صح؟ وبعدين ال او ان اس ال او زد، بعدين رجع للانحراف تاني في او ان تي في او ان تي. تصريف الفيرب عليه. طيب حلو خالص. انا بقى عايز اصرف يا مشو احمد الفيرب الاخير بتاع المجموعه الاولى في الامثله دي عشان اعرف احل. انا عايز احل. تعالى كده وانا اقول لك الفيرب اللي جاي هو فيرب اسمه، بص وركز معايا، ايه سو دي يا مستر احمد؟ ده فيرب بادئ كده بسو. سو مثلا ليفي. هو ايه الفيرب ده؟ يعني ايه سو ليفي يعني؟ قال لي سو ليفي دي معناه يستيقظ. طيب وايه يبقى ايه الفرق ما بينه وبين الفعل العادي اللي هو منتهي باو ار؟ طب ما ده منتهي بالاو ار برضه. لا بص، احنا بنسمي الفعل ده فعل ذو ضميرين. طب احنا سميناه ذو ضميرين ليه يا مشو احمد؟ قال لي طول ما الفعل بادئ بسو كده اهو يبقى اسمه فعل ذو ضميرين. ماشي حبايبي؟ طيب وايه اللي بيميز يعني وسموه ذو ضميرين ليه؟ هقول لك ليه. انا لما اجي اقول لك انا استيقظ، مين اللي قام بالفعل؟ تقول لي انا، صح؟
طيب والفعل ده وقع على مين؟ انا برضه. يعني انا اللي ايقظت نفسي. طب لما اجي اقول لك انا بتفسح، مين الفاعل؟ انا. طب مين المفعول؟ انا برضه. يبقى في ضميرين اهو، ضمير فاعل وضمير مفعول. عرفت بقى اسمه ذو ضمير ليه؟ طب انا بستحمى، انا الفاعل. طب والحمى ده نزل على مين؟ عليا انا برضه، يبقى انا الفاعل وانا المفعول. انا توقفت، انا الفاعل وانا المفعول. مثلا انا استمتعت، انا الفاعل وانا المفعول. انا نمت، انا الفاعل وانا المفعول. طب لو قلت لك انا اكلت، تقول لي لا انا اكلت ايه؟ هتاكل نفسك؟ لا انا اكلت سندوتش، يبقى مش انا الفاعل وانا المفعول، انا الفاعل، انا اللي كلت. طب كلت ايه؟ كلت السندوتش. وصلت الفكره؟ طيب لما اجي اقول لك مثلا يعني انا استمتعت، انا اتسليت، صح كده؟ طيب انا سميت، مين الفاعل؟ انا. طب وسموا مين؟ سمون انا. فاهم ازاي؟ وصلت الفكره يا جماعه؟ طيب يبقى اي فعل هيبدا بسي هسميه فعل ايه؟ ذو ضميرين. خلاص؟ سميناه ذو ضميرين ليه؟ لان فيه انا الفاعل وانا المفعول. يلا بينا؟ يلا بينا. الافعال كلها اللي بادئه بالشكل ده هتتصرف بالشكل ده. طب ومنها برضو فيرب. احنا هناخد فعلين اهو. ولا اقول لك بلاش اعمل فاصل عشان ابقى واخد براحي في السبوره دي اهو. الفيرب ده اسمه فيرب ايه؟ سابلي. طب يعني ايه سابلي؟ يعني يسمى. طب مش يا احمد انت عامله اس ابوستروف، المفروض ان هو سو. هو فعلا سو، بس هنا في ايه؟ متحرك، فانا حولت الاو الى ايه؟ الى ابوستروف. وصلت الفكره؟ طيب تعالى بقى اما نروح على الفيرب سوليفي ده وبعدين نروح على سابيلي ده. يلا شغلانتنا النهارده ان احنا نكتب الضمائر. يلا يا بطل الابطال اكتب معايا الضمائر. ادي الجو، وادي التو، وادي الال ومعاها ال، ادي النو، وادي الفو، والإل افيك اس، والال افيك اس. جميل؟ جميل. ركز بقى معايا في الجزئيه الجايه. ايه يا مستر احمد في ايه؟ خير؟ لا في حاجه بقى انا عايزك، عشان دي اخر حاجه في الفيديو. لو انت فهمتها يبقى كده المحاضره الاولى خلصت يا بطل الابطال، وانت كده اتحطيت على اول سلمه في تاسيس اللغه الفرنسيه. واقسم بالله لوصلك من زيرو لهيرو ان شاء الله، بس لو تركز معايا. خلاص؟ بص يا بطل الابطال، احنا اتفقنا ان هو فعل اسمه ايه؟ ذو ضميرين، عشان بادئ بايه؟ بسو، صح كده؟ طيب انا عايز اقول لك على حاجه كده هتستغربها، بس هي هتفكرك وانت بتحل دايما الزمن مع الفعل ده. هتقول لي ايه بقى الحاجه الغريبه دي؟ بص يا باشا، السي دي هنركنها على جنب، هنحطها في التلاجة، وليكن دي التلاجة اهي، وانا هاخد السي دي ارميها كده على جنب. يعني مالكش دعوه بالسي خالص دلوقتي. انا عايزك تركز في باقي الفيرب. الفيرب ده فعل مجموعه ايه؟ تقول لي مجموعه اولى، منتهي بالايه؟ بالاو ار. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هشيل الاو ار واحط ايه يا بطل الابطال؟ قال لي احط كده ليف. حط او ليه؟ لان الجو بتاخد او. حط اكسون كده جراف وبعدين ابقى افهمك دي معناها ايه. طيب بص، طبعا انت فاهم انا بعمل ايه دلوقتي. ماشي؟ في واحد عمال يسال نفسه هو كل شويه يعمل حاجات، ايه الحاجات اللي هو بيعملها دي؟ بص، عارف الكسره والفتحه في العربي؟ هي دي الكسره والفتحه عندنا. ايه ده؟ انتوا عندكم تشكيل؟ ايوه في الفرنساوي في تشكيل. ماشي كده؟ كسره وفتحه، دي كده فتحه، دي فتحه. ماشي؟ وهفهمك ليه بعدين. عايزك تركز بس في الايه؟ في الداتا اللي قدامك دي. طيب وبعدين هنا حطيت او. طب هنا هعمل ايه؟ بص. طب هنا النهايه اللي انت عارفها او زد. طب هنا النهايه اللي انت عارفها او ان تي. طب هنا النهايه اللي انت عارفها او ان تي. انا ملاحظ يا مستر احمد انك عملت اكسون مع الاو في كله ما عدا النو والفو. طب ليه؟ بعدين.
تقول لي بس خلاص احنا كده صرفنا الفعل، يلا بقى نروح بقى، يلا انت كده خلاص. لا يا معلم خلي بالك، مش احنا خدنا السي حطيناه في الثلاجه؟ هنسيبه في الثلاجه يعني نرميه؟ لا، ما هو جزء من الفعل. يعني نعمل ايه؟ قال لك طلع السي من الثلاجه. طيب وانا لما انا حطيت حاجه في الثلاجه اجي اطلعها هتطلع زي ما هي؟ تقول لي لا مش هينفع تطلع زي ما هي. امال هتطلع ازاي؟ تعالى كده اما نشوف هتطلع ازاي. نغير اللون كده ونروح نقول الجو هتطلع تبقى م. مش فاهم حاجه. يعني السي ده اهي دخلت الثلاجه، تطلع من الثلاجه مع الضمير جو تبقى م. يعني ايه بقى الجمله دي على بعضها كده؟ جو مو ليف. تعرف مو يعني ايه؟ يعني نفسي. فانا ايقظت نفسي. فهمت حاجه؟ سميناه فعل ذو ضميرين، يبقى ده الضمير الاول وده الضمير الثاني، بقى اسمه ذو ضميرين، ضمير فاعل وضمير مفعول. مين اللي استيقظ؟ انا. طب مين اللي قام بالفعل؟ انا. يبقى فعل ذو ضميرين، يبقى لازم نحط الضميرين. يبقى الجمله اللاف معناها انا ايقظت نفسي يا سيدي المعلمين. طيب تو ليف. طب il وال سو ليف. ثواني بقى يا مسو احمد. نعم. ايه ده؟ ده السي مع التي اتقلبت تي. امال انت بتنطقها تو ليه؟ انت ما قلتهاش تي، بتقولها تو عشان الاي بتنطق او. فانا اقول لك السي مع الجو تديني مو، السي مع التي تديني تو، السي مع الايل والال سو. ايه ده اغنيه حلوه قوي، يلا بنغنيها مع بعض. السي مع الجو تديني مو، السي مع التي تديني تو، السي مع الايل والال تديني سو. ماشي؟ طب عظيم، يلا وركز معايا كده. السي مع النو تديني نو. ايه يا مستر احمد ده؟ 2 نو ورا بعض؟ طب معناها ايه دي؟ نحن ايقظنا انفسنا. يا سلام. طيب والفو بقى تبقى فو برضه، صح؟ برافو عليك ما شاء الله. انتم ايقظتم انفسكم، يبقى انتم ايقظتم انفسكم. يبقى النو عايزه نو والفو عايزه فو. الإلافيك اس عايزه سو والإلافيك اس عايزه سو. يعني السو نزلت زي ما هي مع كم ضمير يا بطل الابطال؟ مع ده وده 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 اللي انا عملتهم بالاصفر دول، مع ال والال والإلافيك اس والإلافيك اس سي، ما بتتغيرش. ماشي كده؟ طيب تعالى اما نقول بقى ايه اللي بيبقى شبهها. مع النو بقت نو، مع الفو بقت فو شبهها. يعني النو ما اتغيرتش والفو ما اتغيرتش. اهو النو فضلت نو والفو فضلت فو. يبقى انت ايه اللي هتشقى في حفظه؟ ايه اللي هتتعب في حفظه؟ الجو تبقى مو والتي تبقى تو. طب ممكن تقدر تقول لي لو انا قلت لك يعني سمع لي الضمائر، تعرف تسمعها؟ طب يلا معايا كده. الجو تبقى مو والتي تبقى تو والإل والال زي بعض سو. طب الإلافيك اس والإلافيك اس سو. النو عايزه نو والفو عايزه فو. شوف، يبقى اول حاجه بتعملها ايه قبل ما تعمل اي حاجه؟ حط السي في الثلاجه. برافو، قولها لي بقى تاني كده. قبل ما تعمل اي حاجه حط السي في الثلاجه. سمعها لي تاني كده. قبل ما تعمل اي حاجه حط السي في الثلاجه. طب حطيت السي في الثلاجه، ايوه ركنتها على جنب، يعني دي معناها في الثلاجه. طيب بعد كده بتروح تعمل ايه؟ قال لي بروح اشيل الاو ار دي واحط ايه؟ النهايات. الجو معاها او، التي او اس والال والال او، النو ان اس والفو او زد، الالافيك اس او ان تي، الالافيك اس او ان تي. دي النهايات اللي انا اتعلمتها. امشي بقى؟ لا،
قبل ما تنسى اي حاجه هات السي من التلاجة. الله عليك الله عليك، كده انت بقيت معايا. يبقى قبل ما تعمل اي حاجه حط السي في التلاجة، وروح هات الفيرب صرفه، وقبل ما تنسى اي حاجه هات السي من التلاجة. السي بيفضل زي ما هو سي مع مين؟ تقول لي مع ال والال والالافيك اس والالافيك اس، ومع النو يبقى نو، ومع الفو يبقى فو. طب مع الجو يبقى مو، والتي يبقى تو. طيب انا لو قلت لك دلوقتي بطل الابطال حبيب قلبي، عايزين دلوقتي نصرف الفيرب الثاني ده اللي هو الفيرب سابلي. يلا معايا يلا معايا، صرف الفيرب سابلي عشان حضرتك تبقى فهمت كويس جدا الفيرب بيتكلم عن ايه. الفيرب ده ولاد اسمه ايه؟ سابلي. تعالى كده اما نعرض الخط شويه ونقول الفيرب اسمه ايه؟ سابلي. وركز عشان فيه تبقى في حاجه زياده النهارده او في الفيديو ده، قصدي في الفيرب ده، وبعدها يا باشا هنروح نطبق في الحاجات اللي انا كنت معديها، وبعدين يبقى كده المحاضره بتاعتنا الاولى خلصت. ودي تعتبر بدايه عظيمه جدا جدا جدا، هتديك اساس محترم جدا ودفعه قويه جدا ناحيه منهج تاسيس البكالوريا، اللي منه هننطلق الى منهج تانية وتالتة اللي هينضموا على بعض مع حذف المكرر في تانية بكالوريا ان شاء الله. وده كلام اقسم بالله بقسم لك من نائب الوزير شخصيا. ماشي؟ قال لي المعلومه ده اهي، وانا متاكد ان هو ما قاليش معلومه خاطئه، وباذن الله الايام فاصله ما بيني وبينك. ركز معايا. الفيرب ده فيرب ايه؟ فيرب سابلي. ماشي؟ يلا يا باشا، ادي الجو وادي التي وادي الال ومعاها ال، ادي النو بس انا عايز اقول لك بقى حاجه، ممكن احنا بدل ما نكتب نو نقول ان ابوستروف، والفو في ابوستروف. ماشي؟ والالافيك اس والالافيك اس. يلا قول لي بقى هنعمل ايه؟ فاكر كنا بنقول ايه؟ سامعك قبل اي حاجه حط فت بالظبط. حط السي في التلاجة اهو، خدت السي حطيته هنا اهو في التلاجة اهو يا عم. ماشي كده؟ طيب بعد كده هروح للفيرب ده، هعمل ايه؟ طبعا انت عارف هتعمل ايه، هتشيل الايه؟ الاو ار وتحط ايه؟ نهايات، صح كده؟ طيب بس عايز اقول لك حاجه بقى. هتقول ايه تاني؟ انت كل شويه تقول لي عايز اقول لك حاجه. بص، ابل، صح كده؟ مش احنا شلنا الاو ار اهو؟ ايه اللي اتبقى؟ 1 2 3 4 5، صح؟ 1 2 3 4 5 6. ايه يا عم ده؟ انت جبتها منين دي؟ قال لي الفيرب سابلي ده بنضاعف فيه ال. طيب ماشي، يعني انت عايز تخليه بدل ال تكرمه وتديله 2 ال؟ يسندوا بعض كده عشان ما يبقاش واقف على رجل واحده، يبقى واقف على رجلين الفيرب ده. ماشي؟ طب النهايه ايه؟ تقول لي النهايه انا عارفها دي. طب وده اهو نفس اللي عملناه، ادي ال واس. طب وهنا نفس اللي عملناه، ادي ال معاها او. نفس اللي عملناه، ادي ال معاها او. نفس اللي عملناه، ادي ال. قال لي لا، ال واحده هو الناس. ايه مش احمد ده؟ انت عمال تقول كلام وترجع فيه؟ لا. قاعده بتقول ايه في الفيرب ده؟ انه دايما الفيرب سابلي ده باتنين ال مع كل الضمائر ما عدا النو والفو. اهو ابل بال واحده، لا بدبل ال وانتين. ماشي؟ يبقى هو واقف على رجليه الاثنين. ركز بقى اهو، واقف على رجليه الاثنين مع كل الضمائر. ماشي؟ ما عدا النو والفو اهو. هو ده بس اللي بال واحده، وده اللي بال واحده. الباقي كله بايه؟ بدبل ال. فواحد قال لي خلاص بقى يلا ما نروح بقى، يلا ما نروح، يلا ما نروح. لا، في واد ناصح قال ايه دلوقتي؟ قبل ما تنسى اي حاجه هات السي من التلاجة. تعال نجيب السي بقى من التلاجة اهو. جبنا السي، ننزله بلون مختلف بقى اهو.
ننزله بايه؟ اس ابوستروف مع الجو يبقى مي ولا اما ابوستروف؟ اما ابوستروف عشان اللي وراه متحرك. طب الاس ابوستروف مع التي يبقى تي ابوستروف. اس ابوستروف مع الاي اللي يبقى زي ما هو، يبقى اما ابوستروف تي ابوستروف اس ابوستروف اس ابوستروف. طيب النو زي ما هو نو، الفو زي ما هو فو. هو في حاجه اسمها نو ابوستروف وفو ابوستروف؟ انت بتالف يابا ماشي. طب الالافيك اس اس ابوستروف والالافيك اس اس ابوستروف. يبقى ده تصريف الفيرب ايه؟ سابلي. فعل ايه؟ فعل مجموعه اولى. ركز يا واد، فعل ايه؟ مجموعه اولى، ولكن هو فعل ذو ضميرين، لذلك ده اسمه ايه؟ الضمير الاول. وده اسمه ايه؟ الضمير الثاني. الضميرين ذو ضميرين. ماشي حبيبي؟ ده كان بالنسبه لاول جزئيه في الافعال اللي هي اسمها افعال المجموعه الاولى او الافعال المنتهيه بالاو ار، بما فيهم الفعل العاق اللي سابهم وراح عاش مع مين؟ مع المجموعه الثالثه. طيب هل انت تقدر لو انا قفلت لك دلوقتي او شلت لك السبوره دي وقلت لك حبيبي تعرف تصرف الفيرب سابلي؟ ها؟ تعرفوا تصرف الفيرب سابلي لوحدك؟ عيد بقى الجزئيه دي، وعايزك بشطارتك توريني كده استعدادك للبكالوريا هيكون ازاي وانت بتصرف فيرب زي الفيرب ايه؟ سابلي. ماشي؟ عايزك في الكومنتات تحت تصرف لي الفيرب سابلي. تعرف ليه؟ لان انا هبدا اختار من الكومنتات اللي تحت دي خلاص 5. والله بقى الكومنتات كانت 200، كانت 300، كانت 500. احنا اخر فيديو بفضل الله لو انت نزلت يعني بصيت عليه اللي هو بتاع سنه اولى معدي حوالي 600 كومنت ولا حاجه، وحوالي 18 الف فيو لاول فيديو ليا على اليوتيوب. فانا حسيت ان انا ممكن افيدك، فجيت لك النهارده يا باشا علشان افيدك واهبك ل السنه الجديده ان شاء الله. ماشي؟ سنه مفصليه من 100 درجه يا باشا، فالموضوع مش مستحمل خلاص. طيب الفيرب ده فيرب ايه بقى؟ فيرب سابلي. لو انا قلت لك دلوقتي سمعه لنفسك تقدر تقول لي يا مستر احمد انا فاكر احنا بنضاعف ال مع كله ما عدا النو والفو، وكمان بنحط النهايات او اس او ان اس وزد وان تي، وكمان بنطلع السن الثلاجه اما ابوستروف تي ابوستروف اس ابوستروف نو وفو اس ابوستروف اس ابوستروف. وبكده انا خلصت الجزئيه دي، وتعالى معايا علشان نحل. تابع معايا الجزئيه الجايه. بص بقى معايا كده للمثال رقم 13 والمثال 15 والمثال 19 والمثال 20 مثال 21 وبعض الامثله اللي جايه على الجزئيه اللي فاتت دي. طيب مسيو احمد امال بقيه الامثله دي هنعمل فيها ايه؟ حبيبي بقيه الامثله اللي انا هسيبها دي هسيبها بقى للحصه المحاضره اللي جايه ان شاء الله، في المحاضره اللي جايه عشان بس ما تقلش عليك القصه. ماشي كده؟ يبقى انت خدت المجموعه الاولى فقط النهارده بالشواذ بتاعتها. واضحه الفكره؟ طب ركز بقى معايا. هتحل رقم 13. انت قلت كده هحل رقم 13. طيب بص معايا وركز بقى. توت لا فامي. طب يعني ايه توت لا فامي؟ كل العيله. طيب وهي كل العيله الفامي اللي هي الفاميلي، يعني كل العيله دي هي عيله واحده ولا عائلات كتير؟ يعني عيله واحده. تعالى، كل العالم هو عالم واحد، كل الفرقه هي فرقه واحده، كل الشركه شركه واحده، كل المدرسه مدرسه واحده. كل ده بيعامل معامله المفرد. ماشي؟ كل الاسره اسره واحده. ماشي؟ فلما اجي اقول لك كل الفصل فصل واحد، فاول ما تلاقي كلمه توت يعني كل وفامي كل العيله يبقى الضمير ال. يلا يا باشا، فاكر الفيرب اليه اللي كان عمال ينقص الفعل العق؟ كنا بنعمل معاه ايه؟ تقول لي في او ان تي دي مع الالافيك اس، يبقى ده مش نافع. طب و او ان اس دي مع النو، يبقى ده مش نافع. وال او زد مع الفو، يبقى ده مش نافع. ما بقاليش الا مين؟ الا فا. يبقى الفا. طب معنى الجمله ايه؟ كل العيله تذهب، ما احنا قلنا الفا ده معناه ايه؟ يذهب، صح؟ كل العيله بتذهب الى الكومباني يعني الريف. لحد بقى ما نتعلم الكلمات ان شاء الله من الحصه اللي بعد الجايه، يعني المحاضره اللي بعد الجايه
ان شاء الله احنا بنتكلم في ايه؟ نتكلم في جزء التعبيرات بقى، ازاي تعبر بقى. تمام؟ احنا هنشتغل المحاضره اللي جايه وبعدين المحاضره اللي بعدها ده جرامير، يبقى 3 محاضرات كده جرامير نخلص فيهم المنهج الجرامير بتاع التاسيس، ونبدا في الحصه او المحاضره الرابعه نبدا نفهمك بقى الاكسبريسيون، التعبير بقى، ازاي تعبر بقى، ازاي تحل سؤال المواقف، ازاي تحل سؤال القطعه، ازاي تحل سؤال المقالي. واضحه الفكره يا باشا؟ ركز بقى معايا. احنا قلنا 13، طب عايزين 15 يا مستر احمد عشان نحل. كومون فو، اهو فو. الفو دي تاخد فون؟ تقول لي لا. الفو دي تاخد او ان اس؟ تقول لي لا. فاكر لما النو والفو راحوا لابنهم، فالنو قالت له يا ابني وتعالى وعيش معانا وخد النهايه بتاعتنا، والفو خد النهايه بتاعتنا، ما عجبوش الموضوع، رجع للانحراف تاني، رجع للفي تاني، رجع للفي وان تي تاني. وضحت الفكره؟ طب الفو غلط، ده مع الايل ده مش نافع. انا عايز ايه؟ ال وزد. ماشي؟ خدت ايه؟ ال وزد. طب انا عايز 19 اهو. جو. هو انا عايز اقول لك ان ده تعبير على بعض، ماشي؟ هتقول لي جو ده لو جاء ابوستروف كنت اقول لك ماشي ممكن افكر في ده، انما ده ما ينفعش، لازم تبقى جو ابوستروف، صح؟ عشان الفيرب بادئ بالايه؟ بالمتحرك، فلازم ناخد ابوستروف، صح؟ طيب جو، انا عايز اقول جو في تري بيان. ما هو جو بياخد كام حرف؟ الاربعه، اللي بعد كده مع التي بي او 3، بعد كده مع الايل 2 وهكذا يعني. طيب تعالى بقى يا باشا اما نشوف الفيرب الذو ضميرين. فاكر قبل ما بتعمل اي حاجه تحط السي في الثلاجه، وقبل ما تنسى اي حاجه هات السي من الثلاجه. تعالى بقى الفيرب ده اسمه فيرب ايه؟ بص، se présenter. يعني ايه se présenter؟ معناها يقدم نفسه. فانا عايز اقول انا بقدم نفسي. فاكر؟ يلا ها، السي مع الجو تنزل هنا تبقى ايه؟ سامعك، انت بتقول نو. طب واحد يجي يضحك عليك ويقول لك ايه؟ اخد اما ابوستروف. لا طبعا ما ينفعش، ماشي؟ طيب واحد يجي يقول لك ايه؟ طب انا اخد الجو معاها سو. لا طبعا ما ينفعش. خلاص احنا هنشطب المعنى ده كده 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 عشان الجمله تبقى بس مستقيمه. جو مي بريزونت، انا بقدم نفسي. او ممكن نجي عاملين كده اهو، مون امي جون، يعني انا بقدم نفسي الى صديقي جون عشان الجمله تتظبط بس. خلاص، فيبقى انا شغال على ايه؟ على ان انا بقدم نفسي. الفعل ذو ضميرين طلع من الثلاجه مع الجو بقى مو، يبقى جو مي بريزونت مون امي جون، يعني انا بقدم نفسي الى صديقي جون. طيب هنا برضو الجو، بس انا يعني عايز العب لعبه كده ايه مختلفه، ماشي؟ واروح جاي اعمل لك كده، اشيل الجو دي واشوفك بقى يا باشا كده وانت بتصرفها مع الضمير. مثلا إيلين. تقول لي هو مين إيلين دي؟ إيلين دي اسم بنت. طب وإيلين دي عن الضمير ايه؟ الضمير ال. طب الفيرب ده اسمه فيرب ايه؟ سو بريزونتي، صح؟ يعني ايه سو بريزونتي؟ يقدم نفسه. فعل ذو ضميرين، طلعت السي من الثلاجه، صح؟ مع الضمير إلين اللي هو الضمير ال. طب السي مع ال بتديني مي؟ لا. السي مع ال تديني ت؟ لا. السي مع ال تديني فو؟ لا. السي مع ال تديني سو. تمام؟